مساء الورد عليكم من على بحر مويس بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية. أنا جاي أكلمكم عن مديرية الشرقية في عام 1924، وده من خلال كتاب رحلة إسماعيل اللي كان تاجر قطن مصري من محافظة الفيوم، وعمل رحلته لوصف مديريات القطر المصري من عام 1924 حتى عام 1927. الكتاب اللي أهداه ليا المستر السيد المعداوي من مدينة هي محافظة الشرقية، أنا بشكره طبعا. وتعالوا مع بعض وبسرعة نعرف كانت الشرقية عاملة ازاي في سنة 1924. بيقول في كتابه إسماعيل، طبعا رحلة إسماعيل مديرية الشرقية. تقع هذه المديرية شرقي الدقهلية، وشمال شرقي القليوبية، وجنوب غرب البحيرة، ويقع جنوبها الجبل الشرقي وصحراء العرب، وهي من أكبر المديريات مترامية الأطراف، مأهولة بالسكان، كثيرة البلدان، وكانت مسرحا للحروب التي وقعت بين المصريين والآشوريين، وبينهم وبين العرب والأعجام. وكان خروج بني إسرائيل من مصر عن طريق هذه المديرية، ويقطنها عدد كبير من العربان، ويغلب الظن أنهم من نواحي بلاد شبه الجزيرة العربية أو شبه جزيرة العرب. ومناخها حار في الشرق، رطب في الشمال، معتدل في باقي الجهات، وأراضيها رملية خصبة، ويزرع بها القطن والحبوب والبلح والفول السوداني والجميز والفواكه، ويشتغل أهلها باستخراج زيت بذرة القطن وضفر الحصر وصيد الأسماك، وعاصمتها الزقازيق. وتنقسم إلى 6 مراكز هي الزقازيق وبلبيس. وبيقول عن بلبيس إنها مدينة قديمة فتحها عمرو بن العاص، فوجد بها ابنة المقوقس فأرسلها لأبيها، وكان حاكما على مصر في ذلك الوقت. طبعا بيكمل فيها منيا القمح وهي وكفر صقر وفاقوس، ومن بلادها الأثرية تل بسطة وصن الحجر وبلبيس والتل الكبير. يعني التل الكبير اللي دلوقتي في محافظة الإسماعيلية كانت تابعة لمديرية الشرقية. الزقازيق بيقول عنها إسماعيل في رحلته هي عاصمة مديرية الشرقية، ومن أهم مدن القطر المصري. أسست في زمن المغفور له محمد علي باشا عزيز مصر وكبير الأسرة العلوية ومنشئ مصر الحديثة. وبينها وبين القاهرة 77 كيلو متر عن طريق بلبيس، و81 كيلو متر عن طريق بنها، وعلى بعد 148 كيلو متر من محافظة السويس بطريق السكة الحديد للإسماعيلية في السويس. وهي مدينة عامرة ذات قصور شاهقة وأكثر مبانيها حديثة، وتكسبها جمالا كثرة أشجارها الباسقة على جوانب شوارعها المهمة. ويخترقها ترعتان من الشرق إلى الغرب تستمدان مياههما من بحر مويس، وهي ترعة الوادي وترعة المسلمية. وتنقسم إلى 3 أقسام: قسم المنتزه وقسم الجامع وقسم النظام. وبها مكتبة البلدية القيمة لعشاق المطالعة وطلاب العلم. وشيد بها حديثا معهد علمي ديني بكفر النحال جنوبي المحطة، أنشأته وزارة الأوقاف، وابتدأت الدراسة به يوم 5 سبتمبر سنة 1925. وقد أنشأ مجلسها البلدي متنزها عموميا يبعد عنها ب3 كيلومترات تقريبا، في داخله وابور الإنارة، ولا يسمح للأهالي بدخولهم، فيتنزهون حوله من الخارج في أيام الجمع والأحاد لسماع الموسيقى. مدارسها: المدرسة الأميرية الثانوية، والمدرسة الأميرية الابتدائية، ومدرسة عبد المسيح بيك موسى، ومدرسة ولي العهد، مدرسة الأمريكان، مدرسة الأرمن الأهلية. الجوامع: جامع الشيخ أبو خليل وبه ضريح الشيخ أبو خليل ويقام له مولد كل عام. الجامع الكبير، جامع العدروس، جامع الحريري، جامع الديب. الأخ يعني هو بيقول إن في جوامع تانية. الكنائس: كنيسة الأروام الأرثوذكس، أنشئت حديثا على الشاطئ الأيمن لبحر مويس. كنيستي الأقباط الأرثوذكس الكبيرة منها بقسم الصيادين، والصغيرة بكفر يوسف بيك. كنيسة البروتستانت
بدار مدرسة الأمريكان بقسم المنتزه، وكنيسة الكاثوليك بمدار مدرسة الفرير. الفنادق: لوكاندة أدن بلاس، ولوكاندة دار السعادة، ولوكاندة باروخ، ولوكاندة لفتيري، ولوكاندة ليستي. القهاوي: المثلث، البورصة، بيلفي، استاسي، بانيوتيو، النيل، البوسفور، القهوة التجارية. ويقع أمام الأولى منتزه الصغير اللي هي قهوة المثلث. محطة الزقازيق الأميرية من أهم المحطات السكة الحديد بالوجه البحري، كلها ممر سفلي وبنائها من أحدث المباني، وبها جملة أرصفة لكثرة خطوطها الحديدية وأهميتها التجارية. مخازن السكة الحديدية المصرية تخترق البلد من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة بحر مويس على بعد 52 متر من البحر. محطة الدلتا تقع بكفر الإشارة، ولكي يتوصل الإنسان إليها يمر على كوبري سوارس الواقع على بحر مويس أمام القهوة التجارية. الشوارع: شارع ثابت، وشارع عباس، ويعرف بشارع البوسطة، وشارع يعني مكتوب شارع فرالس أو فارلس، يعني ده اللي ظهر قصادي. شارع الهواري، شارع الطوخي، شارع حسنين عفاشة أو حسين عفاشة، شارع الحريري، شارع الفراخة، شارع المنتزه ويمر بمحطة البضائع. شارع الغندور، شارع المديرية، شارع الوادي الإبلي، شارع الحجار، شارع النايب، شارع الزيات، شارع الحمام، شارع البطاوي، شارع الكونت سليم شديد. يعني في حاجات واحنا بنتكلم على الشارع يعني والقهاوي زي ما احنا شفنا، والكنائس فيه اسماء جديدة الواحد اول مرة يسمعها. شارع البيطاوي، شارع الكونت سليم شديد، الكونت، وده يعني ما تعرفش بقى هل الكونت سليم شديد ده كان وظيفته ايه. شارع الصاغة، وشارع التوفيقي، وشارع المحكمة الأهلية، وشارع عنان بيك، وشارع الديب، وشارع النمارسة، شارع السجن العمومي، ومكتوب على السجن تأديب وتهذيب وإصلاح. شارع صبور، شارع أحمد عبد الله، شارع جنبية السكة الحديد، شارع كورتير، وأغلبها مرصوف بالمقدام، وفي البعض منها مراحيض ومباول عمومية. وهذه الشوارع تكون مناطق تسمى كفورة، منها كفر يوسف بيك، وكفر الحكمة، وكفر الزقازيق، وكفر الصيادين، وكفر الإشارة، وكفر أبو الريش، وكفر النحال، وكفر المنشية الجديدة، وعزبة الحريري. سكة حديد الدلتا الضيقة يخرج من الزقازيق خطان حديدان فقط، الأول من الزقازيق إلى أجا، ويمر بالمحطات الآتية: شيبة، العنايات، بهنباي، فرسيس، إكوا، صفت، ديار بنجم، برماكيم، بيج، شيخ القاسمي، السنبلاوين، نوب، طريف، نوري باشا، شبرهور، برج النور، أجا. الثاني من الزقازيق إلى ميت غمر، ويمر بالمحطات الآتية: شيبة، العنايات، النخاس، البيوم، مسكة، ميت أبو خالد، كفر الشهيد، صهركت، ميت ناجي، فم الصفورة. وهنا بقول عن فم الصفورة نقطة تقابل 4 خطوط حديدية: الأول القائم من الزقازيق إلى ميت غمر، والثاني القائم من أبو حماد إلى ميت غمر، والثالث القائم من السنبلاوين إلى ميت غمر، الرابع القائم من المنصورة إلى القناطر الخيرية، وطبعا ميت غمر. مكتوب برضو ان الخط من ابو حماد الى ميت غمر يمر بالمنزلة، الحبيلة، السلمون، طخ القراموس، ابو كبير، خربتة، فور نج، كفور نجم، الابراهيمية شرقية، مباشر شرقية، الشوبك، ديار نجم، الهوابر، شبرا نصور، أوليلة، سنتماي أو سنتماي، فم الصفورية، ميت غمر. الخط من السنبلاوين إلى ميت غمر ويمر بطوخ الأقلام، كفر طنبول، برهمتوش، سنفة، البوهة، سنبو مقام، فم البوهية، فم الصفورية، ميت غمر. الخط من بلبيس إلى ميت أبو خالد، ويمر ببلبيس المحطة، الجواسك، محمد باشا حسن، شبرا النخلة، ميت جابر، تلبانة، بني هلال، شلمون، منيا القمح، الملامس، التلين، أبو طوالة، كفر القبة، بغدادي باشا، ميت يعيش، ميت أبو خالد.
ده وصف رحلة إسماعيل من سنة 1924 لعند 1927. طبعا أنا قلت المكتوب في الكتاب زي ما هو، وطبعا اللي هيسمع الكلام ده أكيد يعني هل حضر الأسماء الشوارع وشاف الخطوط السكة الحديد القديمة، وشاف الكنائس القديمة والجوامع القديمة، شاف القهاوي، شاف اللي أنا اتكلمت عنه من سنين قريبة ولا لا؟ يا رب يكون يعني الفيديو النهاردة عملته هو يكون سهل وبسيط معاكم وما كنش طولت عليكم. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديدة عن مكان جديد او عن تاريخ جديد. ويعني انا مهتم يعني شوية بمحافظة الشرقية بحكم انها بلدي، فطبعا ان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديدة على اماكن جديدة ونحكي حكايات جديدة مع صفحة حكايات مع ابراهيم العسيلي.